مش هينفع اسيبك بتجربي في طرق بسبوسة ومش بتظبط معاكي، وانا هنا معايا انجح واظبط طريقة للبسبوسة. بسبوسة الاكياس الجاهزة اللي هتسهل عليكي وهتعمليها وانتي مغمضة بعد كده، وكل مرة نتيجتها هتطلع اروع من اللي قبلها. انا مي ودي قناتي ميوش كيتشن. حط لايك للفيديو واشتراك في القناة، ويلا نشوف البسبوسة الخطيرة دي هنعملها ازاي. اول حاجه معايا في المكونات هحتاج كيس من البسبوسه الجاهز اللي هو بيكون عليه اضافات وسكر، مش الخام اللي بيكون عند العطار، فنخلي بالنا من النقطه دي. هنسيب بقى الطريقه المكتوبه عليه دي خالص، ملناش دعوه بيها، وهنركز في الاضافات اللي احنا محتاجينها. معايا هنا معلقتين كبار من اللبن البودر، ومعايا كمان 3 معالق كبار من السمنه بما يعادل نص كوبايه. طبعا كل ما استخدمنا سمنة نوعها حلو تكون بلدي كده وطعمها حلو هتدينا نتيجة تحفة. معايا كمان معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز، وهقول لكم على البديل كده واحنا شغالين. ومعايا نص كوباية من اللبن الحليب، ومعايا كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. طاسة على النار تكون ناشفة خالص ما فيهاش اي حاجة، هبتدي انزل كده باللبن البودر اللي معايا، وهبتدي اقلب فيه واحدة واحدة كده على نار تكون متوسطة. بس اهم حاجة نخلي بالنا ان احنا نقلب باستمرار، عشان طبعا هو بياخد لون بسرعة جدا، فما ينفعش نسيبه، لازم نفضل نقلب فيه كده لحد ما نوصل للون ده ويبقى موحد معانا بالشكل ده. ما نغمقش عن اللون ده عشان ما يديش معانا مرارة. كده اللون ده مظبوط جدا، هنسيبه كده بقى يبرد شوية. هنزل كده بكيس البسبوسة اللي معايا في الطبق، وهنزل عليه كمان باللبن البودرة اللي حمصناه ده، وهبتدي اقلبهم مع بعض كويس. بصوا بقى هتلاقوا اللون كده بدأ يتغير واختلف، الخليط بقى لونه ذهبي كده وحلو، طبعا ده من اللبن البودرة المحمص. وهزود نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، حاجة بسيطة بس تخليها كده تتنفس وما تبقاش مكتومة، لكن مش بنزود البيكنج باودر اكتر من كده عشان ما تفرش معانا في الفرن والقوام بتاعها يتغير. السمنة اللي كانت معايا كانت سمنة بلدي بيضة، ممكن تستخدموا صفرة او اي نوع طعمه حلو تكونوا بتحبوه والجودة بتاعته تكون كويسة. حتى لو هنعمل خليط المهم يكون فيها ريحة كده السمنة البلدي عشان تديكوا الطعم المميز. نزلت بقى عليها كده بعسل الجلوكوز عشان افكهم كده مع بعض وادوبهم في الميكرويف. ولو مفيش عسل جلوكوز تقدروا تحطوا مكانه عسل نحل، برضو تحطوا معلقة كبيرة. عايزاهم بس يدوبوا كده لكن ما نسخنهاش قوي، يدوب بس تفك على النار او في الميكرويف. وعلى طول هنزل بيها كده على خليط البسبوسة. في المرحلة دي بقى هقلب براحتي جدا بالسباتولا، واوزع كده كل السمنة، احاول اشربها كده لكل حبات السميد. لازم نغلف كل البسبوسة كده بالسمنة كويس قوي. الخطوة دي مهمة جدا ان احنا نوزع كده كل السمنة. وبعد ما قلبتها بالسباتولا كويس قوي بسيتها كده شوية بايدي بالشكل ده، طبعا بسبوسة يعني لازم تتبس كويس قوي. اهم حاجة الكلام ده يكون قبل اضافة السوائل، يبقى ما نقلقش خالص طول ما احنا لسه ما ضفناش السوائل، لكن بمجرد ما بنضيف في الحليب الوضع بيختلف. يدوب بس تقليبة كده نضيع الحليب جوه البسبوسة يندمج، ونوقف تقليب على طول عشان لو قلبنا كتير في المرحلة دي هتنشف مننا. وفي صينية مقاس 26 دهنتها بالسمنة كويس، وهنزل بخليط البسبوسة اللي عملناها. ده بيكون القوام بتاعها متوسط كده، ولا تقيل قوي ولا خفيف. هوزعه كده وهفرده في الصينية، هيتوزع معايا بكل سهولة. شايفين بقى لون البسبوسة تحفة ازاي، كمان من قبل ما تخش الفرن ولونها عامل كده بالظبط كأننا مكرملين سكر. همسك بقى الصينية كده وهخبطها كام خبطة عشان اسويها كويس قوي قبل ما ادخلها الفرن، وعشان السطح بتاعها يبقى مستوي. ممكن نسيبها سادة كده، وممكن نزود على الوش اي مكسرات تحبوها. انا هعمل واحدة كده سادة وواحدة بالمكسرات. كسرت كده شوية مكسرات ووزعتها على الوش، وهدخلها الفرن على درجة حرارة اقل من المتوسطة، يعني حوالي 170 في الرف اللي في النص. الرف يكون متسخن قبلها بحوالي 7 دقايق قبل ما ندخلها. واول ما بنلاقي الجوانب بقى بدأت تتحمر بنحضر الشربات، عايزينه يبقى سخن والبسبوسة كمان سخنة. معايا كوباية من السكر، عليها كوباية وربع من المية، وارفعهم على النار، مش بلمسهم خالص، يدوب السكر يدوب. هسيب بقى الشربات يغلي بعدها حوالي دقيقتين،
وعلى طول نطفي عليه. السيرب بيكون خفيف عامل زي المية. اول ما بتطلع من الفرن هنلاحظ كده الجوانب فصلت بالشكل ده، وحمرت كمان وشها كويس. على طول بقى بسقيها بالشربات زي ما اتفقنا، الاتنين بيكونوا سخنين. شايفين بقى اول ما بنزل السيرب كده بتشربوا على طول، وكده تتأكدوا انكم ماشيين تمام والبسبوسة بتاعتكم ناجحة جدا، وهتاكلوا احلى بسبوسة ان شاء الله. انا مش مسرعة الفيديو ولا اي حاجة عشان تشوفوا قد ايه بتشرب الشربات بسهولة جدا. بتوزعوه كده بقى في كل الجوانب وفي النص لحد ما تحسوا انها خلاص خدت كفايتها. بضغط عليها كده بلاقي شربات كده تمام، يعني كده مش لازم ان احنا نحط الكمية كلها. اتبقى معايا الشوية دول وكان سكرها مظبوط جدا. بعد ما بسقيها بالشربات تتغطى بقى كويس كده ونسيبها تبرد خالص براحتها قبل ما نقطعها. ودي كمان اللي بالمكسرات برضو هسقيها كده بالشربات، وشوفولي بقى الجمال بتاعها. ما شاء الله، بجد احلى بسبوسة هتعملوها في حياتكم، ومش هتصدقوا انكم عاملينها في البيت. تحفة تحفة بجد، ومرملة وفي نفس الوقت متماسكة. الترميلة بتاعتها مظبوطة قوي قوي ومش معجنة، وكل كمان ما هتسيبوها اكتر ترتاح كده وتبرد خالص هتبقى احلى كمان. وبالنسبة للتسوية بتاعتها هنسيبها في الفرن من 35 ل45 دقيقة. طبعا نتابعها كويس قوي، هنلاقي كده الجوانب بتاعتها بدأت تفصل وخدت لون. لو احمرت خلاص من فوق لوحدها تمام، لكن لو محتاجة هنفتح عليها الشواية. هنفتحها بقى كده على الهادي ونفضل واقفين جنبها عشان بتاخد لون سريع. عملنا الاتنين، السادة والمكسرات، والاتنين أطعم من بعض. عملناها بطريقة بسيطة وبكل سهولة خدنا نتيجة رهيبة. ومفيش أحلى من حتة قشطة كده عليها، وكده الجريمة بقت كاملة. اللون بتاعها موحد كده كأننا مكرملين سكر. أنا عايزة بقى أي واحدة بتخاف تعمل البسبوسة دي وتتشجع كده وتقوم تجربها حالا، وإن شاء الله النتيجة بتاعتها مضمونة كل مرة. هستنى رأيك فيها، وانا متأكدة ان انتي هتنسي اي طريقة تانية وهتعتمديها ان شاء الله. شجعوني بلايك وشير للفيديو، واستنوني في وصفات جديدة ان شاء الله.